في الحقيقة أنا كنت زي أي شاب زمان، عضلات دراعي كانت ضعيفة جدا وما كنتش لاقي أي تطور، وده مع الأسف أثر على نفسيتي جدا لدرجة إن أنا كنت هسيب الجيم، وده كان قرار غلط جدا ساعتها، لأنك أنت دلوقتي أكيد شايف الفرق عامل إزاي. في الفيديو ده هشرح لك أحسن التمارين الفعالة اللي تقدر تشوف منها نتيجة في شهر واحد بس. يا متين يا رب، يا كلمة السر، يلا بينا. أول تمرين يا كابتني هنحتاج فيه الدكة ودمبل بس. هتقعد على الدكة كده وتفتح رجلك على شكل 7، وتجيب كوعك تحطه في الركبة دي وتخليه باصص للركبة الثانية. الحركة كأنك عايز تشرب مية كده. تفرد صدرك لفوق وتشد الدراع كويس وتبتدي تسحب لحد ما تحس ان عضلة الباي بتاعتك حجرت، وتنزل تاني ببطء للآخر خالص. تطلع تاني وتنزل تاني. كرر لي دي 10 عدات بوزن يخليك توصل لرقم 8، والحركه بتبطأ والوزن بيصعب قوي، وكده يبقى انت وصلت للفشل العضلي. تعال نخش على اللي بعدها. التمرينه اللي بعدها بحب دايما اخدها على الكابلات. بنزل البقره لتحت وبحط الحبل بتاعي وبمسك الكاب، ارفع صدري لفوق واخلي كوعي لبره واسحب لبره، اشتغل هامر. واهم حاجه اكون مركز في كل عده. الهامر بيشتغل على عضله اسمها البراكياليس، ودي عضله ما بين الواي وما بين التراي. لما بتكبر بتزق الاثنين لبره وتلاقي حجم الدراع بتاعك بيعرض. ركز كويس واعمل نفس العدات بالوزن الثقيل ده وانت متحكم. تعال ندخل بعديها على 70% من حجم الدراع بتاعك. عارف ايه اكبر عضله في الدراع بتاعك؟ عضلات الترايسبس يا كابتني. لو هدفك ان الدراع بتاعك يكون كبير لازم تركز على الترايسبس. البقره بتاعتي هخليها تماما في الجذع بتاعي، في نص الجذع بتاعي بالظبط كده، وبنفس الحبل كده هاخد وابدا اسحب لقدام، ارجع كوعي شويه لورا وصدري لفوق واسحب لفوق. 1 2. هنا انا بشتغل على العضله الطويله في الترايسبس، فبالتالي لما بتكبر ويحصل لها نمو الترايسبس بتكبر هي كمان. بعد كام شهر من التمرين هتاخد بالك اللي انت عندك جنب اضعف من جنب. هقول لك بعض الحلول ليها. الحل اللي انا هعمله لك دلوقتي ده، هتطلع البقره لفوق وتجيب الحبل ده تلفه على بعضه كده وتمسك بالجنب الضعيف الاول. دايما ابدا التمرين بتاعك بالجنب الضعيف. ثبت كوعك خليه في الجذع ونزل كتفك لتحت. بلاش تلعب وانت كده، لا نزل كتفك لتحت. قول يا متين يا رب واسحب لتحت. خليك مركز في كل عده، واعمل لي بقى ال10 عدات لحد ما توصل للفشل العضلي. ادخل بعديها بقى على الساعد والريست. علشان كده نبقى قفلنا ملف الدراع. هتجيب الدمبل وتقعد على الدكه وتخلي ايدك شويه قدام بعد الركبه. افرد لتحت واسحب. اعمل عصر لفوق وانزل تاني. اعمل عصر لفوق وانزل تاني. كرر العمليه دي 12 مره. بعد ما تخلص اعمل ايدك كده واسحب بنفس الخط ده. 1 2 3. طبعا انت هتعمل التمرين ده بايديك الاثنين، لكن انا عشان بشرح لك بس هتلاقي دراعك ده بقى كتله حجريه كده من كتر البمب. احسنت يا كابتني. اعرف انها لو كانت سهله كانت كل الناس عملتها، وانت مميز وقدها وتقدر توصل لابعد منها كمان. ابعت ثانيه عن باقات التدريب الاونلاين، واهم حاجه خلي عندك يقين بالله. خد بالك من حاجه مهمه جدا، كل ما عمرك التدريبي هيزيد كل ما حجمك هيزيد وتكون من المميزين والدبابات بتاعت الجيم.